بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن التقليم للأشجار أو الموالح أو الفواكه وجميع الأشجار. تقليم الأشجار طبعا بيتم في أشهر الخريف أو الشتاء، في فترة السكون أو راحة النباتات أو الأشجار في الشتاء قبل فصل الربيع. أول شيء إزالة السرطانات أو الأفرع الجافة أو السرطانات التي تنمو بجوار الشجرة في الأرض أو في قلب الشجرة، دي إزالتها. إزالة الأوراق الجافة وإزالة الأفرع الجافة، إزالة الفروع حرف 7، إزالة الأفرع الجافة في وسط الشجرة وجعل الشجرة من الوسط مكشوفة للشمس، كشف الشجرة من الوسط طبعا، إزالة أطراف الأوراق أو أطراف الفروع الجافة، تشجيع النمو الأفقي ماشي وليس الرأسي. طبعا فتح الشجرة من الوسط، إزالة الأفرع المكسورة، إزالة الأفرع القديمة، إزالة الأفرع المتنافسة مع بعضها البعض، إزالة الأفرع الضعيفة التي تنمو إلى أسفل. طبعا كل هذا بعد التقليم بنرش برشة نحاس أو أكسكلور نحاس لعلاج طبعا الجروح للشجرة. برضو إعطاء جرعة أعفان جذور زي كبريتات النحاس. دهان جذوع الأشجار بمحلول بوردو اللي هو الجير الحي مع كبريتات النحاس مع الملاس مع المادة اللاصقة مع الغيري، دي طبعا لحفظ الشجرة من النمل والحشرات القارضة والأشنات. الرش برضو مرة أو مرتين بكبريتات النحاس أو أكسكلور النحاس طبعا لحماية الشجرة من الجروح. والسلام عليكم ورحمة الله.